اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بيزنس اسهل. معاكم طارق بدر، كونتنت مانجر ات باشن بوينت، ومحمد تهامي. ازيك يا بوب؟ يا اهلا. النهارده انا هحكي حكايه كده بسرعه للناس اللي بتسمعنا. انا عملت داونلود لكتاب من على اوديبل وقعدت بسمعه، وانا قاعد بسمع الكتاب يعني في خلال مثلا ساعه او حاجه كده رحت واخد سكرين شوت وبعته لتهامي على طول. قلت له بص انت لازم تقرا الكتاب ده. الكتاب ده تقريبا انت اللي كاتبه، بس فيه تخاطب ارواح يعني. الكتاب ده اسمه اوريجينالز، اللي كاتبه واحد اسمه ادم جرانت. السب تايتل بتاعه اللي هو How Non-Conformists Move the World. الناس اللي غير تقليديين او اللي بيعملوا حاجات غير تقليديه بيغيروا العالم. الكتاب ده I highly recommended لاي كل الناس اللي بتسمعنا. يا جماعه اقروا الكتاب ده، الكتاب ده حلو جدا جدا جدا، ممتع جدا اصلا في قرايته او سماعه يعني. وبعدين بيتشالنج مفاهيم كتير قوي. تمام. من الحاجات اللي هو بيتكلم عليها الاصليين، الشخص الاصلي عامه يعني هو الشخص اللي بيمشي ضد الديفولت بوجه عام يعني. فكان بيدي مثال ظريف قوي، كان بيقول ان هم راحوا عملوا زي دراسه على مجموعه من الناس بيشتغلوا في زي كاستمر سيرفيس، بيشوفوا التيرن اوفر، الناس اللي بتقعد بتمشي في خلال قد ايه وما بتكمل قد ايه. فكانوا بيحاولوا يلاقوا هل في اي عنصر يقدروا يربطوا بيه الناس اللي بتمشي كتير بتمشي بسرعه ضد غير الناس اللي بتقعد اطول يعني. فما كانوش لاقيين خالص. عمال يدور 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 اي حاجه اي حاجه تربط كل الناس دي ببعض، بس هم مختلفين عن بعض جدا. لحد ما مش بالصدفه، انا مش فاكر بالظبط ايه اللي خلاه يسال السؤال ده، بس قرر ان هو يسال. قال لك خليهم عايزين نعرف هم بيستخدموا انهي براوزر على الكمبيوتر بتاعهم. بيستخدم مايكروسوفت ادج او انترنت اكسبلورر يعني، ولا بيستخدم مثلا فايرفوكس او جوجل كروم. فلو ان الناس اللي بتستخدم مايكروسوفت اكسبلورر او ادج هم الناس اللي بتمشي اكتر، والناس اللي بتستخدم فوكس فايرفوكس وجوجل كروم بيقعدوا اكتر. طب ايه العامل اللي بيربط الاثنين؟ العامل اللي بيربط الاثنين ان الناس دي كلها الديفولت براوزر بتاعهم كان الانترنت اكسبلورر. الناس التانية خدت خطوة زيادة، ان هم دوروا على براوزر هم شايفينه احسن وعملوه وغيروا الديفولت بتاع الكمبيوتر بتاعهم. فهو بيقول لك المينتاليتي دي هي اللي كانت بتخلي الناس تكمل في الشغل، لان هو لما كان بيشوف حاجة مش عاجباه في الشغلانة كان المينتاليتي بتاعته ان هو انا ازاي اقدر اغيرها لحاجة احسن، ازاي ممكن اروح مثلا، طب ازاي ممكن اطور الشغلانة بحس ان الشغلانة نفسها تبقى احسن بالنسبة لي يعني. مش هستسهل وامشي. بالظبط، هم الناس دي كسرت الديفولت يعني. تمام. فالكتاب بيتكلم. انا عايز اسمع انت الاول دماغك، انت بالنسبه لك اوريجيناليتي هي ايه يا توهاني؟ والله ما يعني دي كانت عقدة حياتي من زمان، فكرة أوكي. ان انا تبقى اوريجينال، لان انا بقولها انا كان ممكن ابقى في حتة تانية خالص من بدري في التريننج، لان انا في البدايات خالص كنت بعمل بروفيشنال سبيكينج وكوربريت تريننج، وكنت بتعامل مع شركات تريننج كتيرة جدا. وكان بيتعرض عليا تريننجز اعمله في دول الخليج وبره والكلام ده كله، بس كان الشرط ان انت خد الكريكولم بتاعنا ودرسه. اوكي. يعني مطلوب فاسيليتيتر، يعني او بقى انا بسميها بغبغان. انت هتاخد الكريكولم ده وهتدليفر الكريكولم ده. حلو. انا كنت دايما ارفض القصه دي، وكان شركات قليله قوي اللي كانت بتقبل الرفض ده وتقول لي طب خلاص انت ديزاين اللي انت عاوزه. معظم الشركات التانية ومفهومه وجهه نظرهم الحقيقه، انا مش بلومهم يعني، ان هو عايز بيعمل خلاص المنهج بتاعه R&D وكواليتي، والعملاء بيضمن لهم جوده معينه من المحتوى اللي بيتقدم لهم، وكادوا حتى كسبوا الديل مع الشركة أو البنك أو أيا كان من خلال ما عملوا سبمشن للبروبوزل بتاعهم. حطوا الماتيريال دي ودي للكاستمر موافق عليها ان هو يديها للموظفين بتوعه. فكان بسبب كل الأسباب دي كانوا مش عاوزين تغيير. لكن أنا كنت برفض ان أنا أدي حاجة مش طالعة من جواي، مش اوريجينال، مش أنا اللي عاملها. رغم ان التوبكس يعني ممكن انت تفكر طب ما فيهاش حاجه، يعني تايم مانجمنت، كوميونيكيشن سكيلز، انت هتعمل فيها ايه؟ لا، كنت بعمل حاجات اوريجينال وبعمل سيستم وافكار وبظبطها بطريقتي انا، من الاكسبيرينس بتاعتي ومن قراياتي ومن خبراتي والفكر الهندسي بقى اللي بيقعد يخلق سيستمز وستبس وستيب باي ستيب ومش عارف ايه. كنت بعمل البرامج بتاعتي انا، سواء بقى بابليك سبيكينج، التايم مانجر، الحاجات دي كلها. صحيح ده اخرني فاينانشالي، ان انا كان ممكن اكسب فلوس كتيره جدا من التريننجز بقى اللي هتتعمل بره دي، بس انا كنت فضلت محافظ على ان انا عايز اعمل ماي اون ثينج، ماي اون براند. فبحمد ربنا ان النهارده انت بتاخد جوائز ستيفي بتقدر الابتكار والتاثير اللي انت بتعمله
فدي كانت لحظه حسستني ان قوه الرفض اللي في الاول دي اتت ثمارها. السنه اللي فاتت لما حصلت على جائزه ستيفي كافضل رائد اعمال 2022 وجوائز تانية ليها علاقه بالانوفيشن في التريننج وكده، فالحمد لله we got recognized ووصلنا لمستوى الاوريجيناليتي اللي حافظنا عليها من البدايه خالص. فانا طبعا دي دايما بقولها للناس، واي بزنس اونر انا لما بقعد معاه بعرف في ثانيه ده مستقبله ايه. اول لما يحكي لي قصه اوريجينال هو عمل البيزنس ده عشانها وان انا عاوز وفي حدوته، بحس بطمن. بقول له يعني انا ما فيش بيزنس اتبنى على ستوري والشخص كان يعني سبب ان هو عمل البيزنس ده في تجربه معينه مر بيها او قصه معينه عاشها، ما شفتش حتى الان بيزنس من النوع ده فشل. انما البيزنس اللي هو والله انا كنت شغال 10 سنين في مجال معين وقلت هسيب الشغل وافتح شركتي، ده هم بيكسبوا فلوس كتير قوي، طب ما انا لو فتحت زيهم هكسب اكتر. لا ده بتلاقيه يعني. بص انا عايز اقول لك اللي انت وصفته ده تمام، هو بيجي في بدايه الكتاب كده بيقول ايه: The hallmark of originality is rejecting the defaults and exploring whether a better option exists. تمام، ترفض المتعارف عليه وتدور هل في اوبشن احسن تاني موجود. وده اللي انت عملته بالظبط يعني. يس، ده في رحله باشن تو بروفيت، يمكن حكينا ده في كتير من الحلقات قبل كده، ان انا لقيت كل الطرق ان انت تبدا بيزنس عكس شخصيتي. ان انا واحد انطوائي وما بحبش اخد ريسك، طول حياتي ماشي جنب الحيط، وكل المناهج وكل الطرق عايزه واحد عنتر جبار جريء بياخد ريسك ما عندوش مشكله وبيقدر يتعامل مع الناس ويقود الناس. ف I had to find another way، مش بالضروره امشي في السكه دي. ومن هنا طلعت باشن تو بروفيت يعني. بص على فكره الاكسبيرينس الشخصيه في البيزنس يعني. اول مثال هو بيستخدمه في الكتاب واكتر مثال هو بيستخدمه بيمشي مع المثال ده كتير قوي. شركه اسمها ووربي باركر دي شركه نظارات. يس بالظبط. الراجل ده يعرفهم شخصيا. الراجل ده مش بس يعرفهم شخصيا، ده اصلا عمل له بيتش للبيزنس وهو رفض ينفست. يعني هو الكتاب كان بالنسبه له بيرسونالي موتيفيتد جدا، لان هو الراجل رفض ينفست. اللي ما يعرفش ووربي باركر مجموعه من الشباب عملوا بيزنس نظارات بقى دلوقتي ملياري، يعني مشروع ملياري. فهو بيحكي قصه الشباب دي بالظبط. لما تيجي تسمع بدايه القصه بتاعتهم كانت ايه، هم كلهم بيلبسوا نظارات. اللي هم 4 شباب، الاربعه بيلبسوا نظارات، والنظارات كانت غاليه جدا لدرجه ان هم معهمش فلوس يغيروا النظاره. يعني في واحد فيهم بيقول لك النضاره كانت ملزوقه بسولوتيب ومش عارف ايه ومش معاه فلوس يغيرها. النضاره ب 2500 وبعدين في حد فيهم سأل يا جماعه طب هو النضاره غاليه ليه؟ وهو ده اللي احنا بنقول انك ترفض الديفولت تدور على الحل البديل يعني. فسأل هو ليه النضاره غاليه، وابتدوا يمشوا فاكتشفوا ان في شركه واحده بتملك تقريبا باركر وبتعمل ريبان ومش عارف ايه، بتملك اغلب كل الشركات النظارات عامله زي احتكار، وهي اللي محدده السعر. فقرروا ان هم لا احنا هننافس الشركه دي، ننزل نظارات تقريبا بخمس الثمن او حاجه كده يعني، وهنبيعها اونلاين. وكان التشالنج اللي بيواجههم كله فكره ان هو هل ممكن الناس تشتري نظاره اونلاين ولا لا. ده كان كل التشالنج. وادم جرانت ده رفض بناء على يعني على الموضوع ده وكام حاجه تانية هنتكلم عليهم. بس هم الناس دي امنوا بالفكره ومشوا وراها وابتدوا يعملوا بروبلم سولفينج بقى. طب الناس خايفه من ان هو يشتري اونلاين، طب احنا نعمل لهم فري شيبينج وفري ريتيرنز. وبعدين قال لك طب ناخد الفكره دي ونخليها اوريجينال اكتر. احنا بدل ما نعمل فري ريتيرنز هتكلفنا كتير، احنا نعمل ايه؟ فري تراي اوت. اختار النضاره انا بعتها لك تقيسها، عجبتك قيسها، ما عجبتكش هنرجعها. ده ارخص لهم، لان هو لو كان شحن لك نضاره بعدساتها العدسه هم مش هيعرفوا يستخدموها تاني. صح. الفريم ممكن يبعتوا لاي حد تاني. في الكتاب بيقول ان هم لما نزلوا السيرفيس دي اضطروا يقفلوها بعد 48 ساعه من كتر الريكويستس اللي كانت جايه لهم. فكانت ستوري انسبايرنج جدا جدا يعني. فالاوريجيناليتي هنا جايه من البيرسونال اكسبيرينس بتاعتهم. الناس دي عاشت فعلا البين بتاع ان هم عندهم مشكله. فده عكس تماما اللي احنا زي ما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت مثلا على الناس اللي عايز يعمل بزنس وخلاص، او ماشي ورا ترند وخلاص، او في ازمه مثلا ما. لا، الناس دي عاشت البين ده. ده اللي انت بتقوله على طول. انا لما سمعت قلت يعني الحاجه التانية بقى، النقطه اللي برضو مهمه جدا. الراجل ده بيقول انا لما رفضتهم لان انا ما لقيتش فيهم الحاجه اللي انا متخيل انها موجوده، ان هم يكونوا ريسك تيكرز. بالعكس، انا لما كنت بسالهم كنت بلاقيهم يعني مترددين ومش راضيين يسيبوا الجامعه. هم كانوا في الجامعه، لا بص انا وموضبين لنفسهم شغل
اللي هو يعني بص عشان البيزنس ده لو ما نفعش انا هشتغل في الشركه الفلانيه وماضي عقد اوريدي. فلقيتهم مش ريسك تيكرز خالص. فلقيت قلت لا كده هيبقى بيأمر ببيته وحياته مش هيبقى خايف. ولما مشي بقى في القصه لوجيكلي بعد كده ودرس الموضوع اكتشف ان هو لما كانوا بيعملوا statistics للناس اللي في سيليكون فالي اغلب الانتربرينورز لما كانوا بيتعرض عليهم تخش بزنس نسبه نجاحه 50% بس هتكسب 5 مليون، ولا بزنس نسبة نجاحه 60% بس هتكسب 4 مليون، ولا بزنس نسبة نجاحه 90% بس هتكسب 1.5 مليون. بيقول 90% من الناس اختاروا 1.5 مليون من الانتربرينورز. فدي بالنسبة لي أنا كانت بالنسبة لي مفاجأة. أنا عارف أنت على طول بتتكلم على موضوع الريسك، فقول لنا يعني وجهة نظرك أنت وصلت إزاي للرياليزيشن الراجل ده وصل له؟ ما دي عشان طبيعتي الشخصيه، انا ما بعرفش اخد ريسك اصلا. فلازم اوصل لحاجه ابقى مطمن ليها، لان هو الحقيقه مش الريسك برضو حاجه ريلاتيف. يعني انا لما سبت الشغل في يناير 2012 واستقلت وانا عندي بيت وبنت وشغال في شركه مالتي ناشونال ومستقره جدا، لان هي كانت بتخدم هي كانت هاب بتخدم بره اساسا مش بتخدم السوق المصري، فما كانتش متاثره بالاحداث والثوره والكلام ده كله. فلما خدت الخطوه دي لا كل الناس كانت شايفه ان انا مجنون وبعمل ريسك مرعب يعني. لكن انا ما كنتش حاسس ان هي ريسك يعني. هي مهم ان انا ما احسش ان فهو الريسك برضو نسبي بنسبه بدرجه كبيره. هو ايه اللي انت شايفه ريسك وايه اللي انت حاسبه كويس ومطمن وشايف ان ده الخطوه المناسبه. الحاجه التانية بقى ان انت مش مضطر تاخد ريسك اصلا. يعني ليه؟ يعني ليه تحط نفسك في تحت الضغط ده؟ عارف ممكن تاخد ريسكس امتى؟ لما تكون برضو محنك، مش في اول تجارب ليك، مش وانت قليل الخبره في البيزنس، بتبدا بيزنس لسه جديد لاول مره. ما ينفعش تاخد ريسك وتبدا براس مال كبير، ولا تحط فيه تحويشه عمرك، ولا تعمل مصنع وحاجه هيفي اسيتس وتلوز بيها وتبقى عندك اوفر هيد كوست عالي جدا. فانت مش مضطر تبدا البدايات الصعبه دي. ممكن تبدا زي ما هم عملوا كده اونلاين، وطب لو في مشكله نحاول نحلها بطرق بسيطه، فري تراي اوتس، مش عارف الحاجات دي، لان الموضوع بقى اسهل وبقى زي زمان. والتكنولوجي والتطور اللي بيحصل ووجود الاونلاين بيزنس والانترنت والاكسس للجلوبال ماركت ده بيخلي البيزنس مسار امن بكتير من زمان. يعني زمان عشان تفتح لازم هتأجر مكان، ولازم هيبقى فيه لوكال، ولو ما نجحش او ما جاش ليه ترافيك مش هتعرف، وعشان تماركت ليه او تعرف الناس انك موجود لازم هتعمل اعلان في الجورنال او في الراديو بمئات الالاف من الجنيه. فده صعب جدا وريسك وفلوس كتير لازم تحط. دلوقتي القصه مش كده خالص. يعني مش كده خالص. انا بشوف ان بالعكس رياده الاعمال النهارده بقت امن بكتير من الوظيفه لو احنا بنتكلم عن الريسك. يعني لان الوظيفه في ثانيه واحده ممكن تلاقي نفسك خلاص ومش عشان الشركه اللي انت فيها جحده يعني، بس فجاه خلاص بيزنس نيدز اتغيرت، الوظيفه بتاعتك بقى في ليها سوفت وير ممكن يقلل، مش محتاجين كل العدد ده عشان يقوم بنفس التاسك. الشركه نفسها فاينانشالي متاثره، فبتقلل القطاعات اللي هي مش مهمه او الوظائف اللي مش حرجه قوي يعني. ففجاه بتلاقي نفسك في الهواء. طب ما ده ريسك رهيب. عشان ترجع تلاقي وظيفه تاني ممكن 2-3 عبال ما تابلاي وتشوف النتورك بتاعتك وتلاقي فرصه اتفتحت لك تاني. فبالعكس ده اخطر بكتير. السنجل سورس اوف انكم ده منتهى الريسك اليومين دول. الانتربرينورشيب بالعكس، انت ممكن يبقى عندك 3 4 5 منتجات، ده وقع ده بيكمل ده بيكمل ده وقع. ممكن يبقى عندك مالتيبل بيزنسز اصلا صغيرين بتديرهم، لو الاندستري دي وقعت دي بتشيلها. الموضوع فيه مرونه وفيه درجه امان عاليه جدا جدا. هو وكمان يعني تعقيب على اللي انت بتقوله، هو الفكره كمان في تقليل الريسك ان هو وصل للرياليزيشن في الاخر اللي هو بيقول لي they know in their hearts that failing would yield less regret than failing to try. يعني انت بالزبط. لو دخلت وفشلت الندم اللي هيحصل هيبقى اقل من ان انت ما تحاولش خالص. بالزبط. فهم عشان يوصلوا للمعادله دي لازم فعلا يكونوا قللوا الريسكس لحياتهم. هو اتكلم على مبدا في الكتاب يعني عميق اكتر من ان احنا نقدر نخلصه في البودكاست يعني، بس مبدا ان انت لازم حياتك تكون متوازنه. ان انت لو هتاخد نوع من انواع المخاطره في البيزنس لازم يكون في توازن يعني في حياتك بشكل نظري. يعني هو مثلا بيقول لو انت عايز، كان بيقول لو واحد رايح يلعب قمار بيسوق بالراحه وهو في الطريق انت فاهم. فلو انت مثلا عايز تاخد ريسك زي مثلا انت تكتب كتاب أو لازم يكون ليك وظيفه ثابته تعمل لك زي ميزان في حياتك كده. فهو الناس اللي قدروا يعملوا الشركه $1 بليون دول، السبب يمكن الرئيسي اللي خلاهم يعملوا كده ان هم قعدوا يقللوا، يعني عملوا بروسيس كامله يقللوا فيها الريسك بالنسبه لهم بشكل غير طبيعي.
قللوا راس المال، قللوا الاستثمار، قللوا مجهودهم الشخصي، اتاكدوا ان كل واحد فيهم ليه شغله مختلفه لو الدنيا ما مشيتش. كل ما قللوا الريسك كل ما فرصه نجاحهم زادت. وده عكس تماما للافلام والقصص اللي هي عارف الفيك انفلونسرز بيقعدوا يقولوها. خش يا باشا وارمي الحاجه ورا ظهرك وطير، وعيني الناس بتخبط في الحيط ويلبسوا فلا يعني الريسك، قلل الريسك مش تزود الريسك. الكونسيستنسي بقى. بيتهوفن وموتزارت انا عجبني قوي ان هو راح الحته دي. تمام. بيتهوفن وموتزارت وباخ والكلام ده كله، انا اول مره اعرف المعلومه دي وصعقت ان موتزارت عشان يطلع ال 25 30 واحده بتوعه دول عمل 600 وحاجه. 600 انت متخيل يعني ايه تقعد تعمل 600 وحاجه مقطوعه؟ بيتهوفن في الألف تقريبا، كان رينج قرب الالافات، وده بيتهوفن ما جاش زيه تاني اصلا ومش هيجي زيه تاني. فالكونسيستنسي الكتاب ده وصل لفكره ان هو هي مش كوانتيتي، يعني مش كواليتي اوفر كوانتيتي، لا هي كوانتيتي اوفر كواليتي. ان انت كان بيقول انا محتاج 25 فكره عشان اطلع بحاجه اوريجينال، بفكره واحده اوريجينال. فالناس العظيمه دي اظن ما كانش في دماغهم الحسبه على قد ما هو كان في دماغه انا شغال، ودي طلعت خش على اللي بعديها، ودي طلعت خش على اللي بعديها، لحد ما في يوم من الايام انا خلصت البادي اوف ورك بتاعي. البشر بقى جم قالوا بص دول الحاجات العظيمه اللي فيهم. فدي حاجه انت على طول بتتكلم عليها اللي هي الكونسيستنسي والاستمراريه. فقول لنا انت برضو الدرس ده جامد. انا بسميها بيج بروليفيك، يعني غزاره الانتاج. لان دي سنه الحياه. يعني انت بتلاقي مثلا السمكه بتقوم والده مليون بيضه علشان في الاخر في سمكتين يعيشوا ولا 3 يعني. بالظبط. فكره الغزاره والبقاء للاقوى والاصلح والافيد واللي بينفع الناس. انت فكره ده بيلغي على طول او بيريح ناس من فكره المثاليه، البرفكشنزم. ان انا عايزك اظبط بقى المنتج اللي جاي، او اعمل فكره بيزنس ما تخرش الميه، او اقعد بقى احضر واعمل ريسيرش وماركت ريسيرش وبيزنس بلان، واقعد وبعد اول اسبوع هوب قطع كل اللي احنا حسبناه ده اتغير، وحصل حاجه في الماركت جديده ما عملناش حسابنا فيها واحنا بنعمل البلان بقى لنا 6 شهور. الحياه دايناميك اسرع بكتير من التركيز على ان انا اوصل للمثاليه. تيست وجرب وطور، تيست وجرب وطور، اللي هي بنسميها عارف اللي هو ريدي ايم فاير. ففي حتى كتاب ريدي فاير ايم، يعني بس اضرب وبعدين هنشوف نيجي يمين شويه نيجي شمال شويه، الصابت خابئ بس اضرب. فالغزاره ان انت انتج، طلع انتاج كتير ومن غير حسابات وملهاش هندسه. يعني المنتج الخارق اللي هو بيعمل صدى وريزونانس ده ما بيتهندس، ده بيجي نتيجه سعي ومجهود، وبيجي معاها ضربه حظ انت غالبا ما بتكونش عامل لها حساب. فهي الغزاره احسن بكتير من ان انا اقعد ابقى بيرفكت واطلع حاجه او 2 أو 3 واقعد اظبطها وهنتفها. لا بص هو قالها ازاي في الكتاب؟ قال practice makes perfect but it doesn't make new. بالظبط. هو الفكره في ان هو لو بيتهوفن وقف وقعد اشتغل على كل واحده من المقطوعات بتاعته لحد ما وصلنا انها تبقى بيرفكت، كانت ممكن تبقى احسن بكتير من الشكل اللي هي ظهرت بيه، لكن ما كانتش هتبقى الاوريجينال بيس اللي كسرت الدنيا. هي الفكره ان الاوريجيناليتي مش نتيجه للبرفكشن. يعني انت مهما اشتغلت على حاجه مش اوريجينال عمرها ما هتبقى اوريجينال، بالظبط، عمرها ما تتغير. انت ممكن تخليها احسن، يس الكواليتي بتاعتها ارتفعت كل حاجه، لكن في الاخر هي مش منتج الطفره لانها مش الطفره من الاول. صح. فهي دي فكره اللي هي البروليفيك زي ما انت بتقول، او ان انت يبقى بتشتغل بتنتج اكتر بكتير من ما انت بتعطل في فكره واحده يعني. ودي بالنسبه لي انا كانت حاجه مرعبه يعني اللي هو بس والله يعني عارف حاجه من الحاجات اللي هو لما بتسمعها في حاجات كده ساعات لازم تسمعها بطريقه معينه. واول لما سمعت تقول تصدق. انا اول لما سمعت موتزارت 600 وبيتهوفن 1000 قلت ايه ده؟ انا قدامي لسه 1000 كتاب عشان لا والله ما فكرت. لا والله ما جاتش، مش جاتش في دماغي كده، بس جاتش في دماغي يعني بيتهوفن اضطر عمل وحط في الدرج، عمل وحط في الدرج، وعمل وحط في الدرج. اصل في ناس بتحط ستيجماز معينه برضو اجان انفلونسرز واونلاين فيجر هيدز والكلام ده، بيحسسك انت لو حطيت حاجه في الدرج وبتاع عيب. لا بقى مش عيب، انت راجل شغال. ما هو انا لو عملت 3 في اليوم عادي، مش مشكله ان انا اعمل كده، لان انا في الاخر هطلع اكتر بكتير ما هخبي. صح. فلا يعني بي بروليفيك يا جماعه.
يعني انا عايز بجد انت لازم تقرا الكتاب ده ونرجع نتكلم فيه تاني. انا مش مصدق يعني. نقطه مهمه جدا هو بيتكلم عليها اللي هي you must get feedback، وده اللي هو الكوميونتي اللي انت بتتكلم عليه. هو هنا قال الفيدباك ده حاجه مهمه، يعني جزء لا يتجزأ من فكره ان انت تقدر تنجح يعني. تمام. وقعد بقى دخل في ان ديتيلز على الفيدباك اشكاله ايه، وممكن ايه احسن فورم للفيدباك. هو من وجهة نظره ان هو احسن حد يديلك فيدباك اللي هو بيسميهم الارتستس، او اللي هو الارتست في المجال اللي انت فيه. يعني انت لو انت بتعمل حاجه ماركتينج، احسن حد يديك فيدباك فيها حد هو كمان بيعمل حاجه ماركتينج، شغال وايده فيها وفاهم فيها ويكون شغال اكتفلي فيها. عكس ما انت تروح تسال حد مش فاهم عن المجال، اللي هو يديك فيدباك ممكن يكون مفيد لكن مش عارف يد حاجه. فده بيبوش جدا للناريتيف بتاع ان انت تدور على الناس اللي زيك، لان انت محتاجهم عشان هم احسن ناس هتدي لك فيدباك. فبرضه اجين العزو قول لنا يا عمي. دي يعني دي اللي بنسميها بقى عندنا بيرز وباورز، الناس اللي هم بيشاركوك نفس الشغف مهمين جدا. ويمكن احنا قلناها في حلقه قبل كده، لو انت الوحيد في وحده، لو انت الوحيد اللي بتحب المجال ما بتتكلمش مع حد اصلا وما تعرفوش مؤمن بفكره الشغف اساسا، وان انا المفروض اعمل حاجه انا بحبها، هتلاقي نفسك مش عارف تتحرك. يعني الفكره العنتريه بتاعت زمان، بتاعت بقى الناس المحفزين والكلام ده كله، يقول لك انت لوحدك تهد الجبال وتكسر الدنيا وتخترق البحار، والقدرة الكامنة داخل الانسان ومش محتاج حاجة، وانت لوحدك تقدر تهد الدنيا. خلاص كلنا عرفنا ان ده كلام فاضي. احنا بنتأثر جدا بإنسان، ده شخص كائن هش جدا، بيتأثر جدا بالمحيط اللي حواليه، ولذلك انت محتاج بشدة انك تحط نفسك في بيئة ناس بتتكلم نفس اللغة والحوار اللي انت عاوزه. عاوز تتعلم انجليزي، لازم تبقى وسط ناس بيتكلموا. عايز تعمل حاجه انت بتحبها، لازم تبقى حواليك ناس بيعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها. عايز تفتح بيزنس، لازم تبقى حوالين ناس عايزين يفتحوا بيزنس. عندك بيزنس، لازم يبقى فيه من ضمن المعارف ناس عندهم بيزنس عشان تتكلموا وتتبادلوا خبرات. في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه اللي لا غنى عنها. عشان كده احنا سمينا بقى، قلت لهم كلمه العزوه، اللي يبقى في ناس في ظهرك كده عندهم نفس الحلم، وانتوا بتتحركوا مع بعض وبتساعدوا بعض وبتدعموا بعض. وانت وصلت للمنطق ده ازاي؟ يعني انت كنت حاسس ان انت محتاجه فبنيته، ولا هو انت كان في اكسبيرينس معينه وصلتك ان هو انا لازم ده يكون جزء من الرحله؟ طبعا انا في حياتي حصل موقف كده مع احد المنتورز يعني. في مره من المرات جه قال لي يا تهامي انا مش هسمح لك تفشل. هو ما عمليش اي حاجه على فكره، يعني يمكن ده اخر كان حوار عملته معاه، مش اتكلمتش معاه تاني. بس الكلمه نفسها قوت ظهري بطريقه، يعني حسيت وانا خارج من عنده بكميه دعم. ايه ده؟ في واحد تقيل زي ده بيقول لي انا مش هسمح لك تفشل، يلا بقى روح اعمل اللي انت عاوزه. فاهم؟ عارف لما تلاقي مثلا ابن او ابوه يقول له انا مش اعمل اللي انت عاوزه وانا في ظهرك، ومش مش هسيبك غير لما تبقى حاجه. فانت بقى ما تبقى بتتجرأ انك تغلط عادي، مش هخاف، ما في واحد ساندني في ظهري، في واحد معايا. بالظبط. فالكلمه حسيت بيها بالايه، بالسند. وبعدين طبعا بقى في موضوع باشن تو بروفيت لما بدانا الحكايه، لما ذكرت قبل كده ان الناس جابت لي هديه في اول تريننج، فحسيت ان لازم نتقابل تاني، مش هينفع يخلص التريننج على كده. فبدأنا الفكره بقى في مؤسسين كده، لان انا انتروفيرت مش عارف ابني كوميونتي اصلا. فقلت له يا جماعه مين حابب يتطوع ان احنا نعمل حاجه اسمها كلاب، ونتقابل بشكل دوري ونتابع خطوات الناس هل بدأت تنفذ اللي احنا قلناه ولا لا. ومن هنا نشأت الكوميونتي، وشوفنا بقى الابداعات ان ازاي الناس بتبقى حريصه على بعض وعايزه تساعد بعض وتدعم بعض، وشوفنا الحاله دي كانت شكلها جميل قد ايه. فادركت طبعا اهميتها، ان انت لازم حواليك ناس. انا كان بالنسبه لي مش بالكثره يعني، بس في ناس حواليا 2 3 4 قريبين مني قوي، خلاص انا عارف ان انا دول ظهر والسند وهلجأ لهم لو وقفت في اي حاجه، لو احتجت اي حاجه. ده غير بقى كونكشن زي ما انت طبعا قلت مع الخبراء المجال، لازم تتواصل معاهم وتاخد دعمهم وهكذا. لو انت حد بتسمع وعمال تقول يا عم عزوة ايه وبتاع وسند ايه وبتاع وبتفكر براكتيكال قوي وبزنس قوي، خليني اقول لك على قصه صغيره اتحكت في الكتاب ده. في اختراع كده اسمه السيجواي، عارفه؟ اللي ما يعرفوش هو عباره عن عجله كده بتقف عليها وبتمسك زي ما يكون شبه السكوتر شويه، بس هي يونت واحده، عجله واحده بتمشي لقدام بتتحرك. الشخص اللي اخترع السيجواي ده اخترع حاجات كتير طبيه كلها مكسره الدنيا، وبيقولوا عليه عبقرينه زمانه يعني. تمام. لما السيجواي طلعت ستيف جوبز شافها، قال للراجل ده انا عايز اشتري منك الاختراع ده ب 64 مليون دولار. والراجل رفض، قال له لا انا اللي هعمل الشركه بتاعتي. جيف بيزوس شاف الاختراع ده، قال له انت مش هتواجه اي مشاكل انت تبيع الاختراع ده اطلاقا،
وانا هستثمر معاك زي ما انت عايز. الراجل ده خد كميه سبورت عشان الاختراع ده، وكان متوقع ان هم يبيعوا ملايين الوحدات في اول سنه. بعد مش عارف 3 سنين كانوا باعوا مش عارف 30,000 وحده. اوكي. فشل ذريع. اوكي. مع ان ستيف جوبز بيقول له انا عرض عليه ان هو يديله كونسلتنسي فور فري من كتر ما هو مؤمن في البرودكت. ليه بقى اللي حصل؟ اللي بيقول لك اللي في الدراسه الموقف ده اللي حصل حاجه اسمها فولس بوزيتيف. في حاجه اسمها فولس بوزيتيف وحاجه اسمها فولس نيجاتيف. الفولس نيجاتيف ان انت تبقى عندك حاجه حلوه وتقول عليها وحشه. الفولس بوزيتيف ان انت يبقى عندك حاجه وحشه وانت بتقول عليها حاجه حلوه. الناس دي كلهم سواء اللي اخترع الاختراع او اللي كانوا عايزين يستثمروا فيه، ولا واحد فيهم كان اكسبرت في العلم بتاع المواصلات والتحركات والكلام ده. هم كانوا بيفكروا بشكل انوفيتيف، شافوا حاجه بشكل جديد اوريجينال، وهي فعلا اوريجينال ما حدش عملها قبل كده. لكن مين قال انها هتنجح يعني؟ هم كانوا بيفكروا كل فكرهم بيزنس وماركتينج و بس ما فيش ولا واحد سأل حد خبير في المجال. ويمكن الوحيد اللي اتسأل قال لهم يا جماعه بتاع ده انا شاك فيه. اوكي. مش متاكد ان هو هيحل محل العجل والمشي والكلام ده. فدي ميزه من المميزات الرئيسيه في ان انت تكون بتحتك بناس في مجالك عشان بيخلوك تتفادى الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، لان هم خبراء. حتى لو في خبير تسويق عبقري قاعد قال لك تمام انت هتكسر الدنيا، ممكن يقول لك يا باشا انت مش هي دي برضو يعني الى حد ما ممكن يبقى مردود عليها في حته، يعني هي مهمه. انت بتسمع علشان فيدباك مش عشان يقول لك تنفذ او لا. طبعا. لان في ياما سمعنا ان الخبراء قالوا لك لا دي ما تنفعش، بس انت مؤمن بيها وعملتها وخيبت كلامهم كله. صح، بس على الاقل عملت حساب كلام الخبراء. بالظبط. فهي برضو عشان الناس اللي بتسمعنا ما تاخدش عمياني، لان في ناس بتبقى عندها احلام وزي ما شفنا مثلا في حاجات اللي هي بتاعت شارك تانك ومش عارف ايه، انت طالع بباشن وهي بتتكلم عن حاجتك وقاعد يقول لك دي مش عارف ايه ودي مش سكيلابل دي مش تنتينابل دي مش عارف ايه، فتحبط وتسيب الدنيا كلها وتقول انا بص الخبير قال لي ان فكره مشروعي فاشله. فلا يعني برضو انت اسمع اوزن، ويعني يستمعون القول فيتبعون احسن. فاوزن كلام الخبير فيدباك مش اوردر. لا بالظبط فيدباك. فخدوا وزنه وانت ايمانك بالحاجه ممكن تغير الفكره. يعني جزء من الحسبه مش اكتر، ان انت تبقى واعي بس ان في حاجه اسمها فولس بوزيتيف، ان انت ممكن تكون الناس تقول لك هو حلو وهو وحش بالظبط، او العكس ممكن تكون الناس تقول لك هو وحش وهو فعلا حلو. يعني بالزبط. هو الاثنين موجودين والاثنين فاليد. اللي هو موضوع النظارات اللي احنا اتكلمنا عليه ووربي وركرز كان مثال نموذجي للفولس نيجاتيف. كل الناس بتقول مستحيل ينجح وبعدين بقى شركه ملياريه يعني. فهي حاجه انت واعي ليها بس، وهي زي ما انت قلت بتهايلايت اهميه الفيدباك. يعني انت مش عشان ستيف جوبز قال فستيف جوبز خلاص. انا كان في رحله الطياره الاخيره في لدبي دي كنت بتفرج على فيلم بتاع جيف بيسوس مؤسس امازون، عاملين له فيلم يعني. فهو كان بيتكلم مع بارنز اند نوبلز اللي هو مؤسس، فبيقول له انا اكبر مكتبه في العالم. ستيف يعني جيف بيسوس بيبيتش الفكره بتاعته كده، بيقول له لو سمعتك قلت الكلمه دي تاني هقضيك. بارنز اند نوبلز احنا اكبر تشين مكتبات في العالم، انت لا يمكن تقول كده. قال له انا بقول على البوتنشال مش بقول على الواقع. انا اونلاين فممكن استوعب unlimited number من الكتب على البلاتفورم عندي، انت في الاخر مهما كان فروعك هتستوعب عدد محدود، فانا بتكلم على البوتنشال. قال له لو سمعتك قلت ده تاني هقضيك، وده الفكره دي هتفشل ومفيش حد بيشتري كتب اونلاين ومش عارف ايه. طبعا كلنا عارفين النتيجه. بس ده من الحاجات اللي ايه امازون دلوقتي شوف كتير موضوع الكتب طبعا بشكل رهيب. عموما يعني عشان ما نطولش على الناس، انا يعني هسيبكم بالمبدا اللي هو اللي بيتكلم على فكره انت ازاي بتلاقي الاوريجيناليتي. يعني بيقول انت لما بتكسبيرينس حاجه اسمها فوجا داي. فوجا داي اللي عكس الديجافو. الديجافو ان انت تشوف نفس الحاجه مرتين وبيبقى ليهم نفس الايفكت بالظبط، وتشوف نفس الحاجه بالظبط لدرجه انت بتفتكر ان في مشكله. الفوجا داي هي العكس، انت لما تشوف نفس الحاجه بس بتكسبيرينس بشكل مختلف، بتشوفها بشكل مختلف، يبقى عندك انسايت جديد في الحاجه دي. انا كل مره اشوف الاوضه بس اول مره اخد بالي ان انا ممكن اعمل حاجه جديده في الاوضه، ممكن اطور فيها، ممكن اطور في المنتج وهكذا. فاحنا عايزين ندور على الاكسبيرينسز اللي تخلينا نعمل اكسبيرينس الفوجا دي. دايما حاول تبص على اللي انت بتعمله بمنظور مختلف. طب جرب يجيبوا يمين شويه، طب شمال شويه، طب اسال اسئله مختلفه، طب فكر طب لو انا هغير. احنا كان زمان في الكتابه كنت بقول للناس دايما اول فكره مسروقه من غير ما انت ما تاخد، من غير ما تعرف هي جايه منين، بس هي مسروقه. بتبقى انت مش واعي اصلا بده،
انت كمان في ناس كتير بتسرق وهي فاكره انها فكرتها الاوريجينال. دي حقيقه بجد، دي ليها اسم علمي بس انا مش فاكر هو ايه. انت تقول انا لقيت فكره جامده جدا، ايه هي؟ وتحكي لي فيلم الا الساموراي مثلا، هو بالظبط. انت فاهم يا ابني مسروق، ايه ده؟ ولما تكتشف بتنور. فانت دايما احنا بنقول إيه، افضل عمق، اسال كمان مره، طب كمان مره، طب ممكن تبقى ايه تاني، طب ممكن لو وصلت 6 مرات مثلا غالبا بتبقى وصلت الحته الاوريجينال يعني. فدور على الاوريجيناليتي، عشان الاوريجيناليتي هي بالنسبه لي هي فعلا بتكسر الدنيا. هو باي ذا واي يعني اقروا بقى الكتاب، عشان الموضوع ده مش هقدر اشرحه. اوريجيناليتي مش كرياتيفيتي. انت ممكن تبقى كرياتيف ومش اوريجينال، ودي حاجه انا عارف انها هتخلي دي عايزه حلقه دماغهم تلف يعني. فبس ده الكتاب يعني. انت عندك حاجه عايز تقولها للناس inspire them to be original، تقدر تقول لهم ايه؟ النصيحه الكبرى يعني اللي صدق في نفسك. انت عندك الحاجه الاوريجينال. لان الناس كلها بتخاف تقول لك انا ايه، عايز انتمي لانتيتي، اخد شهاده وابقى سيرتيفايد من جهه عشان ابقى لما اتكلم بشكل علمي وبشكل منهجي وبشكل معترف بيه دوليا وعالميا، ومحدش يقدر ايه يعارضني في لانه بيبقوا خايفين ان انا لو قلت فكرتي الاوريجينال او طرحت حاجه، قوه بقى ايه الفيدباك السلبي بتاع الناس. والسوشيال ميديا دلوقتي بتبقى يعني حاميه جدا، وفي النقد والكلام ده مش كل الناس تقدر تستحمل ده. بس انا بشجع الناس، صدق نفسك ان انت عندك جواك حاجه اوريجينال. مش شرط ابدا اي حاجه تعملها او تقولها تنتمي لجهه ما، او تبقى معتمده من جهه ما، او تبقى منسوبه لمدرسه ما. لا، تقدر بتراكم خبراتك ومعلوماتك وقراياتك انك تطلع حاجه فعلا من جواك انت مصدق فيها وشايف ان هي دي فكر جديد يتم طرحه. يعني احنا طول النهار ليل نهار بنتشتم لما احنا بنقول رياده الاعمال مش خطر. يعني في حاجه اسمها كده، هو دي رياده الاعمال، يبقى انت مش فاهم رياده الاعمال. احنا وصلنا لحاجه اوريجينال، مؤمنين بان رياده الاعمال ليها مسار امن جدا وممتع جدا، ومش بالضروره يحصل اللي انتوا عايشين فيه ليل نهار ده، القلق والرعب والتوتر والفشل ونسب الفشل. ليه عايشين احنا في القصه دي؟ ورغم ان في وجه اخر للعمله، تعال نبص عليه. فان انت تصدق في حاجه ورغم ان تكون عكس كل اللي بيتقال، دي عايزه واحد مصدق في نفسه، واثق في نفسه جدا. فكل يعني عايز الناس تتشالنج الشك اللي جواها ده، ويصدق فكرته مهما كان اللي قدامه، او ممكن موجة اعتراض كبيره، او ممكن يكون مش ده اللي متعارف عليه حول العالم. لكن انت ممكن تكون اول واحد بيناقش فكره اوريجينال تغير الدنيا. بيرفكت. وعلى هذا هنسيبكم ان شاء الله. الحلقه دي احنا هتبقى بعد العيد ان شاء الله، فالحلقه الجايه بقى هيبقى عندنا مفاجاه ليكم، نتكلم عن الاثر. يلا سسبنس استعدوا. تمام، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. تفهمي، شكرا.